فرحنا بسماع خبر وصول لقاح فايزر إلى المملكة المتحدة وبدء الحكومة بحملات التلقيح، قلنا فرجت. ثم أتانا خبر عن سلالة جديدة من الفيروس انتشرت في البلاد. لكن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها سلالات جديدة من الفيروس، إلا أن هذه السلالة تحمل طفرة جينية في بروتين النتوءات والشناعيد الشوكية البشعة التي تظهر على سطح هذه الكرة، تمكنها من الالتصاق بالخلية واختراقها من الداخل، فلا أمل بأن تتزحلط. يعتقد العلماء أن النتوءات في السلالة الجديدة من الفيروس تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة 70% من سلالات الفيروس السابقة. السلالة الجديدة تم رصدها في البداية في جنوب شرق بريطانيا، ويقال إنها من هناك انتقلت إلى الدنمارك، إلى هولندا، إلى إيطاليا أيضا. تخيلوا أنه تم تسجيل إصابات جديدة من هذه السلالة في أستراليا من أشخاص عائدين من الخارج. أستاذ علم الأحياء الدقيقة الخلوية في جامعة ريدينغ البريطانية سايمون كلارك يتوقع أن اللقاح